يعلمنا رمضان أيضا دورة مهمة في المال والبذل والإحسان والصدقة والشعور بالآخرين. أحيانا قد يقول الإنسان: أنا لا أملك مالا، أنا ليس لدي ثروة، أنا ليس لدي أموال كبيرة، ولست من رجال الأعمال، وليس عندي رصيد، ولست من الأثرياء، لا أستطيع أن أتصدق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. أن تلقى أخوانك وتلقى الناس من حولك بوجه طليق صدقة. والكلمة الطيبة صدقة. وتعاملك مع أهلك ومع أطفالك ومع زوجتك ومع مجتمعك ومع أصدقائك وزملائك بأخلاق طيبة صدقة. إذا لم تستطيع أن تتصدق بالمال، تصدق بالأخلاق، تصدق بالعفو عن الآخرين، تصدق بالمسامحة، تصدق بالعفو، تصدق بالإحسان، تصدق بالكلام، تصدق بأشياء كثيرة تستطيع أن تمارسها، خيرا تعمله لشخص أو تذكره بخير أو تدعو له أو تدعو لإخوانك أو غيرها. هناك صدقات كثيرة، وحتى لو كانت هذه الصدقة ريالات بسيطة، ليس من المهم أن تكون أموال كثيرة.